احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الاستقلال المجيدة، يشرف السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس اليوم على تدشين الملحق الرياضي لمركز الخطاطيف. هذا الفضاء الذي سيسمح بمساهمة وبمشاركة العديد من الأندية والفرق، ويفتح أمامهم آفاق تعفيهم من عناء ومن معاناة الملاعب المتربة. هذا الفضاء الجميل الذي أشرفت عليه المديرية الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذي يدخل في إطار التوجه التنموي الذي يستشرف مستقبلا أفضل، والذي يستمد فعاليته من السياسة الرشيدة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي نبارك باسم فعاليات النادي المكناسي وكل المنتمين إليها بهذا العرس الرياضي الكبير. وشكرا لقناتكم قناة آراء. مشكورة المديرية الجهوية لتنفيذ المشاريع. وهنا كاين بزاف ديال الفنون الحضارية اللي متمثلة. كاين قاعة ديال الكوريغرافية اللي غيستافدوا منها ماشي فقط في الشباب الفنون الحضارية، مي كذلك الشباب ديال الفنون التقليدية بحال العساوة بحال القناوة، غيجيو يبقاو يترينيو ويشوفوا راسهم لي كوريغرافي اللي تيديروا كيفاش تيبانوا سور سين، دونك هادو غيستافدوا منا كلهم. السلام عليكم، وكريم امين رئيس جمعية امل الشباب المغربي للرقص الحضري الحر. اليوم تدشين ديال انطلاق اعمال مركز تنمية الشباب سونتر ديبانويسمون دي جون مدينة مكناس منتزه باب بوعمير. هذا واحد لابوتيسمون ديال سنين ديال الكفاح والنضال، والحمد لله تنشكروا سيدنا الله ينصرو لانه اعطانا مدينه مكناس بحال هذا المركز اللي غتفتخر به ان شاء الله الرحمن الرحيم. وان شاء الله مدن اخرى في المغرب غادا تحتاج بحال هذا المركز باش يستافدوا منه كاع الشباب والاطفال ديال المدن ديالهم فنيا وكذلك في الدراسه ديالهم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. في غمرة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد، وتجسيدا للعناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها عاهلنا المفدى نصره الله وأيده لفئة الشباب من رعاياه الأوفياء من أجل تعزيز دورها في المجتمع وفق الرؤية المتبصرة لجلالته حفظه الله، التي يرعى بها مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب من أجل تنمية بشرية شاملة ومستدامة. أشرف السيد عبد الغني الصبار عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس والوفد المرافق له على بركة من الله وتوفيقه يومه السبت 4 من جمادى الأولى 1445 هجرية الموافق 18 نوفمبر سنة 2023 ميلادية على وضع الحجر الأساس لبناء مركز تنمية وتأهيل الشباب بباب بوعمير بتمويل من عمالة مكناس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بغلاف مالي قدره 3 مليون درهم و980,974.80. حفظ الله مولانا الهمام وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وحقق على يديه الكريمتين ما يتوخاه لرعاياه الأوفياء من تقدم ورقي ورخاء وعز وكرامة، وأقر عينه بولي عهده السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بسنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وباقي أسرته الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وحرر بمكناس يوم السبت 4 من جمادى الأولى 1445 هجرية الموافق 18 من نوفمبر 2023 ميلادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسن اليماني رئيس جماعة السيمان مولكيفان. إذا اليوم أصالة عن نفسي ونيابة عن جماعة السيمان مولكيفان وسكان مجاط كافة عامة، إذا اليوم نؤكد تعلقنا المتين بأهداف العرش المجيد العلوي المجيد. اليوم نحتفل بذكرى عيد الاستقلال، وبهذه المناسبة السيد العامل والوفد المرافق له سيتشرف على تدشين الطريق الجهويه 7058 وكذا مقطع الطريق في مركز حاج قدور 7040. وهاد التدشينات او ستعزز شبكه الطرق في جماعه السيمان مولكيفان. وشكرا.